رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خارج من القبر الشريف وأنا هناك بالمدينة المنورة، كنت أصلي ركعتين تحية المسجد، قلت بعد ذلك أنهض غايم وصلي عليه وسلم. رأيت النبي خارج، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لي يا شيخ خليفة والله النبي شيخني ما ناداني باسمي مجردا. قال لي يا شيخ خليفة أنا زاير السودان صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. أنا زاير السودان وأنا معهم في احتفالاتهم بي، وأنا معهم في قراءتهم للمولد، وأنا معهم في تبشيرهم، وأنا معهم في فرحهم. منهم من يجتمع بي، ومنهم من يراني في النوم، ومنهم من يراني يقظة. ثاني رؤيا يا اخواننا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخل هذه الساحة المباركة مع سيدنا بكر الصديق، وسيدنا الإمام عمر، وسيدنا الإمام عثمان، وسيدنا الإمام علي، وسيدنا الإمام الحسن، وسيدنا الإمام الحسيني، وخلفهم السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها البضعة الطاهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يتقدمون. بعد شوية رأيت رهطي كثير، سواد عظيم. سألت من هذا؟ قالوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد شوية رأيت سواد عظيم. سألت من هؤلاء؟ قالوا التابعين. بعد شوية رأيت سواد عظيم. قلت ما هؤلاء؟ قالوا تابع التابعين. بعد شوية والله 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 وبالله رأيت الصوفية جبع طارات وجبع نوبات وجبع رقم وجبع حاسات زافين النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، كأن المنظر الذي كان يوم الزفة إلى أن دخلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه الساحة المباركة ولف على الخيم المنصوبة والرايات التي تحبب، كان يرفع كفه إلى السماء ويدعو لهم بخير. الرؤيا الثالثة يا اخواننا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبره المبارك وانا جيت كزاير. خلي بالكم شيخ حياتي قال عندي لكم الأكبر، والرؤيا دي هو اللي اسمه الطيب شاهد عليها. أنا والله لو ما جاني وقال لي النبي أمرني وقال لي وأمشي لشيخ خليفة والله ما كنت بتحدث بها. والله أنا جيت القبر الشريف ودنوت منه، خرجت يد النبي المبارك وغبتها بفمي. قلت له يا رسول الله تحبني؟ قال لي أحبك. وضع يده المباركة على راسي، والله وبالله وتالله قال لي أضمن بضمانتي. هذا قول من النبي صلى الله عليه وسلم، بشرني قال لي أضمن بضمانتي. وأنا والله هذا الجمع ضمنته بضمانة النبي صلى الله عليه وسلم. فازل يا شيخ خليفة، مرحب 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 مرحبا. الشاهد على ذلك الطيب جاني في البيت وقال لي يا مولانا الرسول وصلني لك، وقال انت ضامن بضمانتي. قلت له حق، انا والله يا طيب لو ما انت شئت على ذلك ما كنت بتحدث بها. وتقدور رضي الله تعالى عنه من الرواة ان النبي قال له شنو اضمن بضمانتي؟ قال صار كل ما